اقدر اخلي سيارات المباحث تشب معاهم بدقمه. مختبر بامريكا توصلوا الى اختراع ممكن يغير شكل الحياه. سلموا هذا الاختراع العجيب لشاب كويتي قبل لا يطلقونه للعالم ويصير منتج. طبعا احنا نقدر حتى نصبغ الاضاءه. حالاته انا اتحكم بالاضاءه، دقمه تشغلها، دقمه تطفيها. في احد يقول هذا المختبر قاعدين يسوونه بامريكا، قاعدين يسوون عليه تجارب بالاسباق. هني تواصلت ويا المختبر ورحت لهم، تقريبا قعدت شهرين ونص. اعطونا لوحات العاديه، اعطونا شغلات كيل، يعني مو هي قطعه واحده. فعلى اساس ان نصبغ اي منتج قابل للصبغ، شبيت كل القطع المطلوبه مني بالاختبار، واكثر واحد وفر الماتيريال. الاول اللي هو انا شاف 9 قطع. اول واحد يطلع هالمنتج برا امريكا الى العالميه، واول فرع يفتح برا امريكا واللي هو الكويت. الاختراع هذا طبعا هي يعتبر عن طريق طبقات البروسيس نفسه. في ناس شنو عبالهم ان انا اصبغ اي ارشه وبس هو يشب، بس هو لا. واحنا ما وصلناها بس دقمه، احنا وصلناها حتى على دقات القلب. قدرنا نوصل الماتيريال نفسه على دقات قلبك انت، ووصلناها حتى بالكلام. وانا اتكلم وياك الصبغ نفسه هو يشب. بعض المجرمين ممكن ينتحلون صفة رجل المباحث، لكن مع هالاختراع مستحيل. باختراعي هذا اقدر اخلي سيارات المباحث نفسها تشب معاهم بدقمه، ما يحتاج فليشر، ما يحتاج ولا شيء، ولا احد ممكن انه ينتحل صفه رجال امن بهالمنتج هذا، لان الصبغه هذه على البدي السياره. يعني قاعد افكر هذا الاختراع لو استخدمناه في مجالات الحياه راح يغير وايد تفاصيل بحياتنا. راح يوفر طاقه، يوفر كهرباء، امان اكثر. اختراع عجيب بطل. عزيز، تدري لو احنا نستخدم هالاختراع هذا ايش كثر راح يوفر علينا؟ اول شيء لما يبي بشوف انا الليتات كل شوي انت راح تبدل ليت. زين، ان احترقت شمعه يجيب ليت ثاني. هذا هالشيء ما له شمعه يحترق، لانه هو خلايا، لا هو LED ولا هو شمعه، هو صبغ. اعتقد ان هذا الابتكار والاختراع مع حمد ممكن يدخل في خطة التنمية. يعني واحدة من أساليب خطة التنمية راح تكون بهالطريقة، لأن هذا شكل الحياة القادم، هذا التكنولوجيا المستقبلية. طبعا المنتج هذا يغير لك وايد أمور. مثل الحين عندك المناطق الذكية، ممكن أنا أستخدمها بلوحات الشوارع. لما أنا مثلا بالليل شارع ظلمة، فعندك انت خطوط الأرضية زين يوجه. أنا أتصور لازم حمد يكون نموذج للمستقبل، واحد من النماذج المشرفة لمستقبل الكويت. هذا مشروعك مو بس يغير شكل الحياة، هذا مشروعك ممكن ينقذ ناس كثيرة لو فكرنا فيه وفتحنا باب الخيال كيف نقدر نستخدمه، نتصرف بهذا المشروع، شلون ممكن نستثمره. أنا أتوقع راح تكون فائدته كبيرة. أنا والله أتمنى أول شيء اللي أتمناه إن إحنا نكون سباقين بكل شيء. أنا ما أتكلم عن حمد، لا أنا قاعد أتكلم عن الكويت.